السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم واحد 3 ديال الوصفات ساهلين واقتصاديين بزاف. المكون واحد اللي غادي نخدم به لهاد 3 ديال الوصفات اللي هو الشمندر اولا البربه بالعاميه المغربيه ديالنا. راه وهاد الوصفات زوينين وصحيين بزاف. العصير راه يساعدنا بزاف في المرحلة ديال الشتاء والبرد ودوك الفيروسات والأمراض اللي كيدوروا هنا في الهواء. نتمنى تتبعوا الفيديو باش تشوفوا المراحل اللي صاوبت بهم هاد الوصفات. هنا خديت ربطة ديال الباربة. اختاروا ربطة تكون مزيانة، الوريقات يكونوا طريين. يعني درتها هنا في الماء باش غادي نغسلها. دوك الوريقات الصغيورين انا زولتهم، غندير بهم الشلاضه. وحبيبات ديال البربه انا درتهم هنايا، درت فيهم الخل والبيكربونات باش تيتغسلوا مزيان، حيت انا هكا غادي نصاوب بهم واحد العصير بهذا الشيء. خصني جميع الشوائب تكون زايله، كنغسلوهم مزيان. هاد الوراق غادي نزيد هنايا عندي البيكربونات، واحد القياس ديال معلقه كبيره، ونزيدو الخل. نخليهم واحد ربع ساعه، من بعد غنزول هاد الماء نصفيهم ونعاود لهم شي 2 غسلات ولا 3 حتى كنشوف الماء ولا لي ناصح، ما فيه حتى شوائب. دابا من بعد ما غسلت الوراق ديال البربه غادي نصاوب معكم الوصفه الاولى، غتكون مقبله سخونه. المهم كي بحال البقوله. هنا قطعت الوريقات ديال البربه. العواد هاني درتهم صغيورين ودرتهم لتحت في الطنجره باش هما اللي كياخذوا الطياب اكثر. الوراق دغيا دغيا كيهبطوا. غادي نزيد هنايا كميه ديال القزبور والمعدنوس وعندي كميه ديال الثومه. راه الوصفه بحال البقوله. غادي نزيد شويه ديال الفلفله الحمراء الحلوه. غندير غير الكميه، كتطلق الحموريه بزاف. وانتم الا ما عندكمش ديروا الشاونيه. الحرور كيبقى ديما حسب الذوق. الملحه ما غنديرهاش، حيت انا هاد المعجون ديال الفلفله لا الحاره ولا الحلوه كندير فيهم الملحه. وهذا هاد الوراق راهم كيكونوا مالحين. غادي نزيد الكميه ديال الماء فين غادي يطيبوا. الزيت حتى كنحس بهم طابو، عاد كنزيدها باش نقليهم. راه بحال البقوله. دابا غادي نشد على الكوكوط ونديرها طيب. الاقتراح الثاني غادي يكون عباره على شلاضه بارده. غادي نستعمل فيها الوريقات ديال البربه دوك الصغيورين. المهم راكم شفتوني غسلتهم مزيان بالخل والبيكربونات وشللتهم خليتهم يستقطروا. هنا عندي مطيشه وحده، عندي هنا بصيله، عندي المعدنوس، عندي الخيار، عندي الزيتون. هنا الوريقات ديال البربه، شويه ديال الفرomاج. نتوما ديروا اي حاجه. وهنا عندي الخيار، هنا نص خياره، نص درتو مع العصير ونص درتو هنا في الشلاضه. غادي نديروا لها واحد لا فينيغريت. راه كنا كنعرفوا الفينيغريت كنديروا هنا المطرد. كنزيدوا شويه ديال الليمون، العصير ديال الليمون الحامض. نزيد شويه ديال الابزار.
غنزيد قبيصه ديال الملحه، ونديرو الزيت. نتوما اي زيت بغيتو، انا غندير هنا زيت البلديه كتعجبني في السلاطه. ديما نديروه بقريعه كتسهل علينا العمليه. هكا تنخدوها، تنخلطوا بها العناصر. وهاد العمليه خصنا نديروها حتى لاخر اللحظه باش ما كتدبلش لينا الخضره. اللي بغى يزيد الذره المعلبه. انا نسيتها، راه عندي انا غادي نجيبها. انا دابا غادي نزيد الذره. هاد الذره المعلبه انا كنصاوبها راسي، راه عندي في القناه، راه كتجي غزاله. راه نعقل راه في سبتمبر تسالات العام شريت انا الكبال في سبتمبر وصوبته، وهو بقات لي هاد القريعه وقرعه اخرى. ديما ندوقو لاسيزونمون. صافي هي هذيك جات. بالنسبه للاقتراح الثالث غتكون عباره على واحد العصير زوين بالبربه والتفاح والتشينا ولا المندرين. هنا انا عندي غير قطعين المندرين. غتاخدو حبيبه حبيبه الليمون اولا الليمون الحامض بالقشره ديالو، وكتزولوا له غير العظم باش ما كيطلقوش المراره في العصير. هنا خياره، وهنا عندي طرف ديال سكينجبير طري، وخلاص البربه اللي هي اساس الوصفه. راه هذا العصير زوين مزيان مالين فقر الدم، وكيعطي واحد الانتعاش وواحد القوه. المهم والماء اللي باش غادي نصاوبو. بالنسبه للحلاوه اللي كيبغي يدير السكر، ولكن يعني ما كنصحش بالسكر. الواحد ياخذ هادشي الا بغى ديتوكس اولا شي حاجه اللي غادي تفيد الجسد ديالنا ناخذوه هكا. وهاد الوقيته راه البرد وديال الرواح ولا غريب راه كيفيدنا شويه. المهم انا عندي غادي نطحن هاد العناصر. اللي بغى يصفيهم، اللي ما بغاش كياخذهم هكا. الا كان طحن مزيان يطحن مزيان بلا ما نصفيوهم. الكميه كتبقى ديما حسب الاحتياج. انا ما كنخدمش بالمقادير، كنخدم حسب الحاجه. محتاجه هذا القدر كنديرو باش ما كنطيحش في الخطا، تبقى لي الحاجه ونرميها. العصير ديالنا هو طحنته، انا ما غنحتاجش نصفيه. هانتوما شوفوا كي جا. الحيله باش كيطحن مزيان ديما كنديروا السائل هو الاول، كان ماء اولا عصير. عاد كنديروا الطرف ديال يكونوا مقطعين شويه صغار ديال الفواكه اولا الخضر، وكيطحنوا لنا دغيا مزيان. الاقتراحات اللي شاركت معكم ها هما فوق الطبله. ها هما راه مجاو غزالين. ها السلاطه منعشه وصحيه. الوراق ديال البربه ها هما جاو تا هما غزالين. غير النصيحه اللي نعطيكم انكم منين انا حتى طابو وعاد درت لهم يلا 2 معالق ديال الزيت البلديه.
هاد نتوما حسب الكمية، حيت ما كتشربش بزاف الزيت، لا الملوحة ولا الزيت ما كتشربهاش هاد ورقة البربة. والعصير ها هو هذا في هاد البرد راه منعش وصحّي، يحارب ديك الفيروسات اللي كاينين في الهوا. هنا قدّمتهم مع شوية هادو لي كروكيط ديال الروز بالجبن. نتمنى هاد الأفكار اللي كنشارك معاكم تنال الإعجاب ديالكم، تشجعونا بالاشتراك واللايك. تبقاو على خير.